بصي يا ست الكل، عايزه تعملي تورته ومش عارفه تعملي كيك الاسبونش ازاي، او مستغليه ان انت تشتري من عند مستلزمات الحلواني، تعالي وانا اقول لك طريقه كيك الاسبونش البيتي، مقادير مظبوطه 100%، وهتبقى النتيجه معاكي بالشكل ده. بس اهم حاجه يكون عندك مضرب كهرباء او عجان فيه الكف بتاع الكهرباء، بتاع مضرب الكهرباء. تمام، يلا بينا، هنسمي الله ونصلي على الرسول، ولايك وشير ومتابعه للصفحه، وندخل في الوصفه بتاعتنا. معايا هنا 250 جرام من الدقيق. تمام، حطيت عليهم 30 جرام او 35 جرام من النشا، 35 جرام بالظبط من النشا. ماشي، حطيت عليهم 200 جرام من السكر، وحطيت عليهم كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر. تمام، قلبت كل المكونات دي مع بعضها كده، وبدات ان انا انزل باربع بيضات. انا البيضه عندي بلدي، ممكن تحطي 5 بيضات لو هو بلدي وصغنن، بس انا حطيت 4 وكان القوام حلو قوي ومظبوط جدا. تمام، هنا بحط معلقة آه محسن جل، بيتباع عند اي مستلزمات حلواني بالكيس، الكيس ب10 جنيه اهو، بوريكم اهو، اسمه بونو بلس. تمام، هنحط معلقة صغيرة كبيرة. تمام، حطيت هنا 100 جرام من المية، وبما اننا حاطين بيض لازم نحط فانيليا. هنا هبدأ ان انا اشتغل بالكف اللي انتوا شايفينه ده. تمام، مهم جدا ان احنا نشتغل بالكف ده، لا الخلاط هينفع معانا ولا المضرب اليدوي هينفع معانا، هو الكف ده في العجان بيرفكت، بيدينا النتيجة زي ما انتوا شايفين كده. هنفضل نخلط فيه لمدة 10 دقايق، ما نفصلش خالص يعني. اول ما نبتدي كده على قوام على سرعة هادية، وبعد كده نعلي السرعة. تمام، هنا كنت طبعا قبل ما ابتدي خالص انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200 علشان يسخن، عبال ما اخلص كل المكونات مع بعضها. هنا جبت صينية التشيز كيك ديت، تقدري انت تجيبي اي صينيه او اي حله عندك، لو عايزه الارتفاع يكون عالي، والدايره بتاعتها ما تكونش كبيره قوي. المقاس الصينيه دي 24. تمام، هنا طبعا انا بطنتها بزيت وورق زبده زي ما انتم شايفين كده، بس عليت سور الورق كده قوي، فما كانش المفروض ان انا اعليه قوي كده، ما تبقوش تعلقوا قوي زي ما انا عملت كده، يعني هي مش هتعلى اكتر من كده، يعني هتعلى حاجه بسيطه لحد اخر الصينيه. تمام، هبدا بقى ان انا احطها في الفرن في الرف الاوسط. اخدت مني وقت 35 دقيقه. اختبريها من النص، لقيتيها لسه الخله كده او عصايه الشيش طاووق فيها طريه شويه، سيبها كمان 5 دقايق او 10 دقايق. تمام، لقيتيها خلاص نشف، خلاص طلعيها. كل فرن يختلف عن التاني، انا الفرن بتاعي هادي شويه، فسبتها كمان 5 دقايق، بس هو الوقت بتاعها المظبوط.